تاريخيه. تبارك الله، ايش حال من عام لك انت في المغرب؟ 36 سنة. 36 سنه بتستاهل 3 حلقات. كل 10 سنين شي حاجه، حلقه حلقه حلقه، ولكن 3 حلقات ونص على كده. 3 ونص. لك يا عم ابو عمر، عن جد ال 36 سنه اللي عشتها في المغرب، شو بتحب تحكي للشعب المغربي؟ شعب أصيل، شعب مضياف. يعني بالفعل حسيت إني أنا في بلدي وليس غريبا في هذا البلد. هذا باختصار شديد جدا. لم أشعر بغربة أبدا في هذا البلد. الله. أي. بالفعل بلد جميل، شبهته بفلسطين وفلسطين شبهتها بالمغرب من ناحية الجو، من ناحية الطقس، من ناحية التضاريس. زيد على ذلك الشعب المغربي يمتاز بالكرم الله. وحبه للقضية الفلسطينية ويفديها بدمه. سمعت يا جماعه الخير؟ هذا يفديها بدمه، يعني في كل المناسبات وكل هذه تجد الشعب المغربي يعني يقف وقفة رجل واحد. وكم من مرة تحصل معي مواقف يعرف انه فلسطيني، ناس يكبروا فيا ويحترموني ويهادي ويقول لك انت مش في بلدك، انت هذا بلدك. يعني اقدر هذا الشيء للشعب المغربي ولا بصفة عامة، يعني مش مجاملة حقيقه. ولولا اني وجدت الحب والترحاب هذه والراحة النفسية هنا ما جلستش الفترة هذه. صحيح، 36 عام تبارك الله عمر. نعم. جماعه الخير، انا مش باغي نحرق المراحل كامله. ياسر الملقب شوقي شوقي. اليوم عن جد بدي اياك تحكي لكل الاصدقاء المتابعين المشاهدين الخوت، اليوم جمعة شباب فلسطين، شو حابب تحكي في هذه الجمعة عن الله سعر يديم هاي الجمعة ورمضان كريم على الجميع، وإن شاء الله بنجتمع بفلسطين بالأقصى وبغزة كمان. صح، احنا المغرب بلدنا الأول والثاني والثالث، هي مثلها مثل فلسطين. الله. هذا ما حدا بيقدر يحكي أي كلمة ثانية، وأي حدا بده يعبر بطريقة ثانية فهذا مردود إله، يعبر بطريقته معلم. وعن نفسه، واي كلمه سلبيه بترجع له. فطبعا المغرب هي احتضنتنا، اعطتنا القيمه، اعطتنا الحريه، اعطتنا كل شيء ممكن نتمناه كشاب فلسطيني موجود في فلسطين واحنا محرومين منه. هذا الشيء يعني اكيد. شكرا للعم ابو عمار على هاي الجمعه الحلوه، وان شاء الله بالقدس وفلسطين احنا والمغاربه. ومعنا الاصدقاء الاحباب عبودة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الامور هانيه؟ كلشي هو هذاك. مهم ندخلوا في الموضوع نيشان. مهم هادو فلسطينيين تجمعوا اليوم عند هاد السيد رجل الاعمال عايش في المغرب، عرض عليهم تجمعوا كاملين. وهاد الناس هادو صراحه الله يعمرها دار، وجو سوي ديزولي انني شديت التليفون وصورت. ما صورت الا عجبتني لا فيديو، وعجبني الناس كيفاش خرجوا كيدافعوا على المغرب واش كيقولوا على المغرب. راني صورت لكم كلشي وحطيته لكم في الاول. كيفاش كيهضروا على المغرب، كيقول لك بلاد الكرم، حنا ما سكننا فيها حتى ارتحينا فيها، ما بقينا فيها ترتحينا فيها. بينين عليهم ناس زعما ما محتاجينش. واش عباد الله، الناس برانيين من بلادو وبقى فيهم الحال على المغرب، بقى فيهم الحال على داكشي اللي دار هو وبنته. اش داروا للمغرب؟ ناس هانتوما شفتوا كلشي على عينيكم وسمعتوا كلشي اش كيقولوا. الحمد لله احنا انا كنت صراحه كنت عارفه انه كاينين ناس وسورتو اللي كيجيو كيعيشوا في المغرب ما يعجبهمش داكشي، وسكتوا خرجوا بهاد هما في الاصل كانوا مجموعين عند هاد السيد الرجل الاعمال الفلسطيني، راه 36 عام وهو عايش في المغرب. و او ميم طون بحال بغاو يصلحوا داكشي اللي دار داك الفلسطيني المزور هو وبنته. انا بالنسبه ليا هادو هما الفلسطينيين، وهادو هما الناس اللي عندهم الاصل، اللي فاش كيعيشوا في شي بلاد وديك البلاد كترحب بيهم وكتحضنهم وكتكرمهم، كيقولوا عليها الا كلمة حق وكيشهدوا شهادة حق. ماشي في حالهم هما،
عاشوا وسورتو هو 13 عام ولا اكثر، وانت عايش في المغرب في الاخر خارج باش دير البوز اللي كتقول على القنوات الصغيره ولا على القنوات المنتقده خارجين يديروا البوز. راه انت اللي خارج دير البوز كتضرب في عرض البلاد اللي حضناتك في الوقت اللي ما قبلاتك حتى بلاد، حتى بلاد ما قبلاتك، حتى بلاد ما قبلاتك. والمغرب دخلوك واحتضنوك في الاحضان وكنت غتدخل للحبس. مغاربه اللي خرجوك زعما اللي خرجوك من ديك القضيه بحال الزغبه من العجين. انا ما فهمتش وما راديش تكبر، ما راديش تخرج تعتذر، عارف راسك غلط لا انت ولا بنتك ما رادينش احقا. حنا غادي نمشيو من المغرب الماء والشطابه هنيتونا. وقيلا نتوما اللي منحوسين، نتوما اللي منحوسين وقال باش جات ديك الازمه للمغرب ما تكون نتوما. ما فهمتش انا بنادم تيبين داك الخبط واش هذا كامل حقد وخبط؟ راه حشومه باقي ما راديش انك تخرج بفيديو. شيكون خرجتي كون قلتي بفيديو قلت انا كنعتذر البنت غلطات وانا غلطت ساعه غضب كان كلشي غادي يميك عليك، ولكن انت ما راديش. وديك مراته خارجه كطبل لي واوا بنيتي غيمشي عندك ما يديكش معاه تخرجي تبكي علينا في الفيديوهات. هز ولادو ومشى وخلاني. ايوا حنا غنشوف. انا بعدا شاكه واش عندك شي عرق مغربي نتيا وقيلا مسميه بسميه المغرب. ايوا واش غنقول لك الله يعطيك العز المرض ديال راك انتي فيه. كاينين شي وحدين بحال واحد الكومونتير كان جاني قال لك احقا بركه ما ديروا الفتنه. فين هي الفتنه؟ ما عايرناه ما جبدناش. شكون اللي داير الفتنه؟ راه هو اللي دار الفتنه، هو اللي جبد، هو وبنته. بلاصه ما يشد بنته ويجلسها ويقول لها جمعي راسك وسيري خرجي اعتذري من دوك الناس اللي ما شفنا منهم غير الخير، اعتذري منهم وجلسي الارض، كان كلشي غادي يميك. وبالعكس كان غيكبر بعيني في عينينا، كان غيجينا راجل بعقله وكيعقل على الخير ديال المغاربه اللي احتضنوه. كيقول لنا انا كنخدم بكتافي. علاش شكون اللي دار لك داكشي داك المشروع باش تخدم بكتافك؟ راه المغاربه اللي طلعوا بيك والمغاربه اللي صيفطوا ليك والمغاربه اللي كساوكم وفروا عليك فلوس الحوايج فلوس السفر فلوس العيد الكبير ما باش كنتي غادي دير داك البروجي اللي كتقول انا كنخدم بكتافي كنخسر على ولادي؟ باش كتخسرهاش كتخسر على ولادك المغاربه اللي كاسينهم، اش كتخسر عليهم؟ انا ما فهمتش. شوف سيادك هادو هما سيادك خارجين بديك لا فيديو دايرين فيديو على قدو كيشكروا فيه المغرب وكتحس بهم هما فلسطينيين هزاتهم الغيره على المغرب، فلسطينيين هزاتهم غيره على المغرب. عاد انت ما بغيتيناش حنا كمغاربه تهزنا الغيره على بلادنا ونخرجوا ندافعوا عليها. والله لا زعما راه كيقول لك راه نبقى ديما كنقولها اذا اكرمت اللئيمه تمرد. راه هو انت والله الانسان خاص تكون عنده نظره عن بعد، يعرف راسو بمن يكبر وبمن لا. جالسين كيصيفطوا لك لبنتك الحوايج ولولدك الموطور وانت كيصيفطوا لك علم الله اش مصيفطين ليك والعالم الله اش دايرين معاك هاد المغاربه هادو اللي خارجين كتعيروا فيهم. كون صيفطوا بعدا غير وخا المغاربه راه تبارك الله راه ما كيخليو حتى شي واحد، ولكن داكشي اللي غيصيفطوا لك ويصيفطوا لولادك كون صيفطوا غير الناس اللي في الجبال مساكن اللي ما عندهم والو. وخا بيان سور راه غيكونوا كيصيفطوا ليهم، ولكن هادوك راه دايزه فيهم تصيفط لهم وتعاود ماشي فحالكم نتوما نكاري الخير. ولكن الحمد لله اللي شفت ديك لا فيديو بعدا كاين واحد امل كبير. الحمد لله حنا من ديما كنعرفوا ان الفلسطينيين ديال بصح كيبغيو المغاربه فلسطينيين. كتهضر فلسطيني وتهضر على التطبع الكيان الصهيوني، واش انت من نيتك؟ حنا راه بعدا شاكين فكرك انت هي اللي مصيفطينك لهنايا. والله الا حنا شاكين فيك مصيفط جاي هنايا. خليني ساكته. كنتي نيت كتهضر كيف ما قلتي لداك السيد في اللايف، قلتي لي انا راجل عليك في المغرب. كنتي راجل تمشي راهم سيادك مساكن في المسجد الاقصى في القدس في غزه جالسين مساكن مكتفينهم
راك شفتو بيان سور، راك باينه شفتو لا فيديو شفتوها. هذوك هما الرجال، هذوك هما الفلسطينيين الاحرار، ماشي فحالك انت. هذوك هما اللي كيحاربوا، حتى لا قال انا فلسطيني وبقات وهزاتو زعما خارج ما خليني ساكت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما علينا. كنبغيو نشكروا هاد الناس اللي تبارك الله فريمون كيستاهلوا اننا نقولوا لهم شكرا، وكنعاود نقول ديزولي حيتاش هزيت ديك لا فيديو، خا ماشي من حقي انني نهزها. ماشي هزيتها، صورتها، كنت كنتفرج في التلفازه وطلعت لي وعجبتني الصراحه الطريقه كيفاش كيهضروا على المغرب، وزعما قلت نصورها ما فيها حتى شي باس، باش اننا ماشي عاوتاني صافي خرج، حيتاش كيقول لك حوته وحده كتخنس الشواري، تاني لا تاني باش نبينوا اننا كاينين عندنا فلسطينيين في المغرب كيستاهلوا انك تقول عليهم مرحبا بهم وتكبر بهم. هما هاد الناس هادو بحال هاد الناس، واخا انا راه بينت بانوا غير 3 ديال الناس في هاد لا فيديو، مي راه كاينين بزاف اللي هضروا، ما يمكنش ليا زعما ما قدرتش نصور كلشي. ايوا هادشي اللي غادي نقول. الصراحه ما كنتش غادي ندير فيديو صراحه، هذا ما انا ماشي هذا هو الكونسيبت اللي كنت باغا نبدا به الصراحه لاشين ديالي، ولكن ما يمكن الصراحه جا هاد الموضوع في الطريق، وما يمكنش ليا زعما انني كمغربيه نشوف هادشي ونسكت على هاد الناس، حيتاش حشومه وعيب وعار. كاين زعما شي ناس بحال هكذا، ما عمرني شفت شي ناس عايشين في بلاد وكيعيروا فيها ويطعنوا فيها. وقال لك نخرج شي اسرار، غتمشي للجزائر تخرج الاسرار، سير. المغرب عنده شي اسرار؟ ما عندناش الاسرار. اش من المغرب عنده الاسرار؟ من غير لا كانوا شي كذابين فحالك باغيين تحطوا الباطل على المغرب. الحمد لله المغرب ديالنا حنا عارفينه اش كيسوى. المغرب ديالنا والله الا عارفينه، فيه الناس صراحه، الناس حنان. المغرب فيه الناس حنان، والحمد لله عندنا الناس متدينين، ناس داخلين سوق راسهم، عائلات كبار، ناس ميسورين. وزيدوا زيدوا 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 الهضره بزاف وسكت حسن، حيت كلشي باين، واللي كيجي للمغرب راه عارف المغرب شنو كيسوى. وما كاينش شي واحد جا للمغرب وما شكروش. ما كاينش شي واحد، عمرني شفت شي حد جا للمغرب وقال فيه شي كلمه خايبه، عمرني. اللي كيجي للمغرب كيشكرو وكيبقى يجي ليه ديما. علاش المغرب فيه التوريست بزاف، واللي كيجي كيبقى يجي 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 يجي؟ علاش كيجيو كيلقاو الكرم، الضيافه، كيجيو كيلقاو كلشي كيرحب بهم. اللي كيسمع شي واحد جاي من شي بلاد اخرى في راسك، حنا الجزائر كيجيو عندنا كنديروهم على راسنا وعلى عينينا. والله اللي بنادم كيسحاب لهم كلشي كيقول زعما المغرب والجزائر ما فاهمين شو، وزيدوا زيدوا ديك الحضره ديال والو. الجزائريين كيجيو عندنا المغرب على راسنا وعينينا، كنرحبوا بهم وسيروا سولوهم ولا كذبنا. انت اللي وليتي باغي تدخل في قضيه المغرب والجزائر الفاهم. انا منك نخرج ندير فيديو نطلب السماحه ونعتذر، حيت داكشي اللي درتي راه حشومه وعيب وعار، وما كيديروش الناس ديال الاصل، ما كيديروش الرجال اللي بعقلهم. ما ديك بنتك باقا ما شارباش عقلها واخا راه غلطات، ولكن انت زعما مول العقل اللي تنوض مع بجوج تصرفيقات طران جمع راسك. ايوا ما علينا. الصراحه هذا اللي كاين، كنت بغيت نوريكم هذاك لا فيديو اللي شفت. ايوا صافي، وهادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه ديال الخير.